هي أنيميا الفول بتيجي من أكل الفول؟ هقول لك بس ركز معايا. بداية لازم نعرف يعني إيه أنيميا الفول. هي أنيميا نقص إنزيم الجي 6 بي دي. الإنزيم ده بيأثر على كرات الدم الحمراء وبيحصل لها تحلل أي تكسير ويؤدي إلى دخول في هيموليتيك أنيميا. نوع الأنيميا في الحالة دي بيكون نورموسيتك نورموكروميك أنيميا، بيكون حجم الكرة الام سي في طبيعي، الام سي اتش سي بيكون كمية الحديد بصورة طبيعية. طبعا هي أنيميا وراثية بتتورث من الأبوين عن طريق كروموسوم إكس، بتكون أكثر شيوعًا في الذكور عن الإناث نتيجة تورثها على الكروموسوم إكس. الخلل الوراثي ده بيؤدي إلى حدوث نقص في إنزيم الجي 6 بي دي، دوره إن هو بيحمي كرات الدم الحمراء من التكسير عن طريق المواد المؤكسدة. الفكرة إن في جسم الإنسان وبعض الأطعمة بتؤدي إلى دخول مواد مؤكسدة، المواد المؤكسدة دي بيكون عندها نقص في ذرة، تحتاج إن هي تاخد الذرة دي عشان تكمل نفسها، فبتاخد الذرة دي من غلاف الار بي سيز اللي هي كرة الدم الحمراء، وده بيؤدي إلى تكسيرها. ودور الجي 6 بي دي إيه؟ إنزيم الجي 6 بي دي بيفرز من خلايا الجسم وخاصة كرات الدم الحمراء، دوره إن هو بيعمل عملية اختزال، هو اللي بيوفر الذرة اللي ناقصة للمواد المؤكسدة زي ال H2O2 اللي هو فوق أكسيد الهيدروجين، وبالتالي بيحمي الجسم من تراكم المواد المؤكسدة والأكسيدانت ستريس عن طريق عملية معينة كيميائية بيدخل فيها مادة اسمها النات بي اتش، لها دور معين بتحول المواد المؤكسدة مثلا زي ال H2O2 إلى مية H2O وأكسجين، وبالتالي بنتخلص من المواد المؤكسدة وما تتراكمش في الجسم وتكسر كرات الدم الحمراء. مع استمرار هذه العملية بيحصل نقص في إنزيم الجي 6 بي دي، ولكن نتيجة استمرارية الإفراز من الخلايا بتخلي القدر الكافي منه إن هو يقوم بدوره ده ويحمينا من المواد المؤكسدة. ولكن في حالة الخلل الوراثي والإصابة بأنيميا الفول الفافيزم، وهنقول ليه قلنا عليها أنيميا فول، بيحصل نقص في الانزيم ديفيشنسي في الجي 6 بي دي، وبالتالي الشخص ما بيقدرش يتخلص من المواد المؤكسده، فبتعمل تكسير في كرات الدم الحمراء فتنخفض كرات الدم الحمراء وبالتالي الهيموجلوبين، وساعتها بنقول الشخص عنده انيميا، وتكون غالبا انيميا حاده شديده. ولكن ليه انيميا فول؟ تسمى أنيميا الفول مش عشان هي بتيجي من الفول، لا، الفول فيه أكبر نسبة من المواد المؤكسدة وبالتالي بيطلق عليها أنيميا الفول الفافيزم، ولكن هي موجودة أو المواد المؤكسدة موجودة في معظم البقوليات، موجودة في بعض الأدوية زي الأسبرين، بعض المضادات الحيوية اللي بتحتوي على مركب السلفا، كل دي حاجات بتحتوي على المواد المؤكسدة وبتأثر على الشخص اللي عنده نقص في إنزيم الجي 6 بي دي، وبالتالي الشخص اللي عنده نقص في الجي 6 بي دي بيعيش حياة طبيعية طول ما هو ما تعرضش لأي من المؤثرات اللي احنا قلنا عليها دي، وبتكون حياته طبيعية جدا إلى أن يتعرض لأي من المؤثرات دي ممكن تقدر ساعتها تكسر كرات الدم الحمراء. طيب بنشخصها بإن احنا بنعمل تحليل الجي 6 بي دي، وبيكون ناقص طبعا، بيكون أقل من القيم الطبيعية، وبرضه أحيانا بطلب صورة دم عشان نشخص الأنيميا، وكمان ممكن نعمل خلايا شبكية، وكل دي تحاليل عشان نقدر نوضح طبيعة الحالة في صورة مبدئية. وتمنياتنا للجميع بالشفاء العاجل إن شاء الله.